بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جرت اليوم بمقبرة الشهداء بالرباط مراسم تشييع جثمان المرحوم الدكتور عز الدين العراقي الوزير الأول الأسبق والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي سابقا، الذي فارق الحياة أمس عن عمر يناهز 81 عاما. والتفاصيل في روبورتاج خالد نجدي. في موكب جنائزي مهيب تقدمه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وعدد من أعضاء الحكومة ووزراء سابقون وزعماء أحزاب سياسية، شيع جثمان الراحل الدكتور عز الدين العراقي الوزير الأول الأسبق، والذي لعفو الله صباح أمس الاثنين عن سن يناهز 81 عاما. عاشرت هذا الرجل الكبير منذ زمن طويل، ووجدت فيه الرجل الصادق في العمل، المخلص الذي يفكر جيدا قبل أن يقدم على أي عمل، ولا أدل على ذلك من مواقفه وعمله في وزارة التربية الوطنية، ثم حينما كان وزير أول. ولذلك فأنا أشعر بحزن عميق. الراحل هو أحد القياديين السابقين في حزب الاستقلال، كان حريصا على خدمة بلده في مختلف المناصب السامية التي تقلدها، سواء كوزير أول أو كوزير للتربية الوطنية أو كأمين عام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. رحل إلى دار البقاء أحد أبناء المغرب البررة الذين خدموا بلدهم بكل صدق وإخلاص وراء قيادة العرش المجيد، مؤمنا بثوابت المغرب ومقدساته، مستشعرا الأولية العظيمة التي كان يتقلدها من لدن صاحب الجلالة الملك المرحوم الحسن الثاني طيب الله وطراه. في كل هذه المسؤوليات التي تحملها كان الرجل النزيه المستقيم المؤمن بأفكاره وبمواقفه وبمبادئه، وعمل بكل ما يستطيع أن يعمل من أجل الإصلاح. تقلده لمناصب وزارية وعمله بمنظمات دولية لم يشغله عن ممارسة البحث العلمي ونشر أبحاث أهلته ليصبح عضوا في أكاديمية المملكة، كما لم يصرفه عن الأدب والانضمام إلى اتحاد كتاب المغرب والمساهمة في التحضير لعدد من مؤتمرات اليونسكو.